بتبدأ أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل عروس بيروت. بينهم بيتفقوا الشباب وبيقرروا إنهم يسهروا برا في أي مكان. خالة نايا بتكلمها وبتوصيها على جوزها، لكن نايا بتقولها إن خليل طلع يسهر معاهم في هذا الوقت ودايما لا يهتم الكلام معها. وصلت هزار وضحك بين جاد وخليل وفارس وهادي، وبيفتكروا أيام الطفولة. بيشوفوا آدم وهو بيتخانق مع واحد برا المطعم، ويدخلوا معاه في الخناقة ويضربوا الشخصين اللي بيتعرضوا لآدم. ليلى بتتكلم مع حبيبها وبتقوله إن دي حركات نايا، وأكيد تقصد تعرف أمير. وفي الأخير بعد كلام رومانسي بيجمع بينهم بتقوله ليلى: يا ريت نظراتك دي ما تفضحناش بكرة على العشاء. بيسألوا آدم إيه سبب المشكلة، يقول لهم إن هو اللي تعرض لي رغم إنه قلت له ما بحبش العنف، بس على كل حال أنا مش متضايق، كفاية لمتكم الحلوة. وبعدها بيسألوا فارس: قلت إيه في العرض اللي قدمته لك؟ يقول له آدم إنه كنت مشغول وما قدرتش أشوف المحامي، بس في أقرب وقت هرد عليك. منال بتبعت رسالة لخليل على الواتس بتبلغوا فيها إنها هتقدم استقالتها وبتطلب منه إنه يقبلها، وفي الأخير بتقوله في الرسالة إنها هتيجي الشغل لمدة أسبوع ويكون قدر يجيب واحدة بدلها. آدم بيشوف ليلى والمحامي في الشارع وهو بيركبها تاكسي، وبعد ما بتمشي بينزل آدم من عربيته ويقوله: أنا شفتك وأنت بتوصل ليلى خانو بعينيا. لكن هو ينكر ويقوله مفيش حاجة من دي حصلت ودي تهيؤات من خيالك. لكن آدم يتعصب عليه ويقوله: روح احكي الكلام ده لأولادها. أولاد عيلة الظاهر بيشوفوا آدم والمحامي وهما في الشارع بيتخانقوا. خليل بيقوله: وقف نشوف ايه اللي بيحصل، لكن فارس بيقوله: بلاش علشان لا نتأخر أكتر من هيك. آدم بيقول للمحامي: لو مدخلتنيش مجلس الإدارة الاجتماعي اللي جاي هخبر أولادها بكل شيء، ياريت ترجع بيتك وتستشير المراهقة التانية وتفكروا كويس في الموضوع. سبيل بتقول لعماد: هو انت نقلت هنا علشان سوريا؟ أول ما بقول سوريا عيونك بتضحك، ولكن لا تنسى أنها متزوجة أهم رجل هنا في المنطقة، وهي كمان بتحبه كثيرا. ولكن عماد يقول لها: دي كلها تخيلات براسك، بس أنا هسيبك ولما تكوني عندك فرصة تسمعي هبقى أكلمك. ليلى بتقول لهم على الفطار: إني بفكر نجيب أمير يقعد معانا هنا كام يوم. خليل يقول لها: أنا موافق وما بعرف كيف تقبل هذه الفكرة، كنت متوقع ردة فعله أكبر من كده. لكن سوريا بتشوف إن ردهم كله تمييز، وإنه لماذا يحق للرجل لكن للمرأة لا. لكن خليل يقول لها إن الولد لسه صغير وهو أكيد مش متقبل فكرة إن حد يشاركه في أمه. جاد بيدخل في الموضوع ويقول لهم: رغم إني كبير ولكن لحد الآن ما بسمح لحد إنه يشاركني في أمي. وليلى بتاخد الموضوع بحساسية بسبب علاقتها مع المحامي، وسوريا تسأله: إذا أمك حطتك في هذا الموقف؟ كلهم يقابلوا هذا السؤال بسخرية وضحك إلا ليلى. بتسأل نايا فارس وتقوله: أنت إيه رأيك في هذا الكلام؟ يقول لهم: كلنا ممنونين للقرار اللي أخدته أمي وهي صبية، وأكيد مش هتفكر تاخد هذا القرار حاليا. آدم بيروح للدكتورة بتاعته ويقول لها: أنا في موضوع مهم ولازم أحكي معك. لكن الدكتورة بتقوله: أنت جيت من غير موعد وأنا للأسف عندي موعد مهم اليوم، لكن هقدم لك موعد الجلسة اللي جاية. وآدم يتعصب عليها ويقول لها: المرة اللي فاتت حكيتي معايا بكلام سخيف، والمرة دي عايزاني أنتظرك للجلسة اللي جاية. أبي تركني لأنه شخص واطي، لكن المحامي تبعي ليه يتركني وأنا في بيني وبينه شغل، وإنت كمان عايزة تتركيني وتمشي، وفي الأخير تسألوني ليه بتتعصب. خليل بيروح الشركة وبيسأل منال ليه عايزة تتركي الشغل. تقوله منال: قررت أرجع عند أهلي. يقول لها خليل: ولا بسبب الرسالة اللي أكيد وصلت لك؟ تسأله منال: أي رسالة؟ يحاول يغطي على الموضوع ويستفسر سبب رحلها، لكن منال تصمم تعرف إيه هي الرسالة. يقول لها خليل: احكي لي انت الاول سبب قرارك ده وانا هقولك على الرسالة. تقول له منال: ان خالة مراتك جات بهدلتني في بيتي. وهنا تنتهي احداث الحلقة. ياريت لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واعمل اشتراك في القناة عشان تتابع باقي الحلقات.